هي الدين كله، كل العبادات ترجع إليها، هي تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، قد تقربني منك وقد تبعدني عن آخرين. عمل بها الأنبياء ووصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الدين النصيحة. أنك إذا اجتنبت كثيرا من الظنون تجنبت هذا الإثم وتجنبت غيره مما لا يضرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حدد قال: الدين النصيحة. المواطنة الصادقة تجعل الإنسان يحب وطنه دائما، يبني وطنه دائما، يفرح لوطنه دائما. واصل الرحم يعيش مثلا 60 سنة، الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذه 60، لكن تجد قاطع الرحم والعياذ بالله حتى لو عاش 120 سنة مرت عليه هذه السنون كلمح البصر. يقع تحت السطح قريبا من الشاطئ في بابوا في غينيا الجديدة عالم غريب. الجمال هنا لا عمق له. عندما يحل الليل تتحول أحياد المرجان إلى حلبة غريبة. مصارعون من كافة الأحجام يتلاحمون في معركة من أجل البقاء. قواعد الحرب بسيطة، إما تأكل أو تؤكل. البعض يتمكن من الفرار بحياته، بينما قليلو الحظ يؤكلون ببطء وهم أحياء. في هذه المملكة الظواهر ليست خادعة وحسب، لكن قد تكون قتالة. تقع بابوا في غينيا الجديدة على ثاني أكبر جزيرة في العالم. تقع على بعد 100 ميل شمال أستراليا و200 ميل جنوب خط الاستواء. في خليج مالم في بابوا التي هي الطرف الشرقي من غينيا الجديدة، مئات من الجزر الصغيرة والبراكين تحت السطح والأحياد المعزولة تلطخ الخليج. تمون الأحياد أكثر من 1000 صنف من الأسماك وأكثر من 400 صنف من المرجان. كثرة من الحياة، وكلها تعتمد في النهاية على أشكال حياة لا نتمكن من رؤيتها. إنها وليمة خفية من أعداد لا حصر لها من الكائنات المجهرية تدعى العوالق. عندما تقوى التيارات، تركيزات كثيفة من العوالق تطفو عبر الأحياد. يتضمن غذاء هذا المرجان القرنفلي الطحالب الصغيرة، وهي تدعى النباتات المغمورة. الأذرع المبطنة بالبولب المزهر تمسك باللذائذ العائمة. هذه الكتلة من الأذرع القاتلة معروفة باسم شقائق البحر. إنها ابنة عم للمرجان الطري. هذا لديه فتحة واحدة للالتهام وأخرى للإفراز، ولديه مقدرات جنسية مزدوجة. تثبت شقائق البحر أنفسها بأقدامها اللزجة. إنها ببساطة تنتظر لكي تطوف العوالق إلى أذرعها الناعمة وتلسعها لسعة قاتلة. حتى إن شقائق البحر تبتلع الأسماك الصغيرة. أسماك شقائق البحر من بين من لديها مناعة ضدها.
حين تهدد يمكن لشقائق البحر أن تتقلص بسرعة لتحمي أذرعها. عندما تكون مغلقة بالكامل تبدو كصخرة غنية بالألوان، لكن كثيراً ما تكون المظاهر خادعة على الحيد. تبدو هذه البقعة الرملية وكأنها ولدت طحالباً. إنها في الواقع مئات من أنقليسات الحديقة. هي تواجه التيار وتمسك بالحيوانات الصغيرة والبيض الطائف. خلال اقتيات واحد يمكن لكل أنقليس ابتلاع مئات من لذائذ الفرائس بفمها الصغير. إن اقترب الخطر تتراجع الأنقليسات بسرعة إلى أنفاق في الرمال. جحورها تتماسك معاً بواسطة مخاط تفرزه من جلودها. تحوم الأسماك خلفها دون أن يكون لها حث على الاختباء من المتاعب. عادة تجلب أسماك البراكودا المتاعب. ولكن حتى البراكودا لديها أعداء. هذه الأسماك المراهقة تصطادها ضوار أكبر منها حجماً كأسماك القرش. تجمعها معاً يقلل من نسبة افتراسها. يمكن للبراكودا الناضجة أن تدافع عن نفسها وتفضل التجول منفردة. على جسمها حلقات تبين مدى عمرها. لا تعتمد على الرؤية وهي تسير، بل تمشي وهي نائمة ببطء. توجد مجموعات من الأسماك على حافة الحيد، لا يقول أحد عنها إنها متوحشة. يبدو أن الطبيعة قد برجت سلاحف منتصف الليل النهاشة بعيونها الصفراء البراقة وشفاهها السوداء السمينة. قد تكون شفاهها السوداء أعطتها اسم منتصف الليل. ثمة عيون أكثر عدداً في مجموعة الأسماك لمراقبة الضواري. تقدم المجموعات حماية إضافية لأسماك الرعي، مخططة كقطيع من الحمير الوحشية. توهم الضواري بأنها مخلوق ضخم فترتبك وتبتعد عنها. بعيداً عن المجموعة تتلمس الأسماك المحبة للوحدة ملجأ في زوايا وشقوق المرجان. تختبئ أسماك غزالة المرجان الصائدة داخل الكمائن مع أسماك الراية. تولد كل غزلان المرجان إناثاً، لكن بعضها يغير جنسه ليكسب الإناث. يمكنها تغيير لونها من الزهري الفاتح إلى الأحمر المتألق للتماشي مع محيطها. تعيش حتى 16 عاماً ويبلغ طولها 3 أقدام، وهي أيضاً تفترس بعضها البعض. تنتظر غزالة مرجان فريستها لأن تجد ملجأ في هذا الصدع، وها هي قادمة. الأسماك الزبالة الذهبية. تتحرك الزبالة إلى داخل الصدع وتنقض عليها الغزالة. لا فائدة من الهرب من الصخور. تواجه الأسماك الزبالة مزيداً من الضواري في البحر المفتوح. لا تعتمد الضواري كلها على الكمائن. سمكة القادوح العملاقة هذه تتلمس وجبتها. يمكن أن تنمو لأكثر من قدمين.
عرف عنها بأنها تهاجم من يقترب من أعشاشها. تبحث أسماك القادوح عن الرخويات والسرطانات والقشريات. الكثير من الرفع من أجل منفعة زهيدة. عملاقة أخرى تبحث خلسة عن وجبة، طبقة نحيلة من الطحالب تغطي الحيض. إنها أقل إشباعاً من القشريات، لكنها وفيرة. معظم أصناف أسماك القادوح لديها خزانة ملابس من صنع مصمم. بقع بيضاء عملاقة ووجه ملون. ماذا أيضاً غير أسماك القادوح المهرج؟ بخلاف القادوح العملاق، يعيش القادوح المهرج في منخفضات عميقة، وكثيراً ما توجد بعمق يصل إلى 250 قدماً. تخفر أسماك ماب الساحلية الحيدة بوثوق. إنها تحتوي على سموم أكثر تسميماً ب1000 مرة من الزرنيخ. إنها تعتبر من اللذائذ في اليابان بالرغم من المجازفة. جلودها وأعينها وأكبادها قد تؤكسد. أكسيدها يكفي لقتل أكثر من 30 رجلاً. تعتمد الأسماك الساحلية على نظرها الممتاز للصيد في ظلال الحيد. تساعد أسنانها الأمامية الملتحمة في كسر وفتح المحار والرخويات والبطلينوس. يجب أن تكون الأسماك الساحلية البليدة صيداً سهلاً للضوار الكبيرة، لكن القليل منها تجرؤ على مهاجمتها خوفاً من سمومها. بعض إناثها تستخدم نفس السم كعطر لاجتذاب الذكور خلال التوليد. عند اقتراب المساء تبدأ أسماك الأنتياس في التوليد. الأكثرية في هذه المجموعة من الإناث. يسهل اكتشاف الذكور لكونها تحتوي على خطوط زهرية على وجوهها. تطلق أسماك الأنتياس سحاباً من المني والبيض خلال الاهتياج الجنسي. البيض الملقح يطوف مع التيار إلى أن يفقس أو يؤكل. لكن التناسل عند الغسق يعطي المواليد فرصة، لأن الضواري لا تتمكن من رؤية البيض. يأتي الغسق أيضاً بأسماك المندرين المنعزلة خارج عرينها المرجاني لتتناسل. سميت بهذا الاسم بسبب الرداء الغني بالألوان لضابط إمبراطوري صيني. الحراشف السميكة على جلدها تحميها من الأمراض، وهي من القلائل التي ليس لها حلقات على أجسادها. يحاول ذكر كبير أن يتودد إلى أنثى من أمان المرجان. هنا ستطلق بيوضها ومنيها بينما ترتفع حيث يكون التيار أكثر قوة. البيض الملقح يطوف بعيداً لنشر الصنف في أجزاء أخرى من الحي. خلال 18 ساعة سيفقس البيض الذي نجا ليصبح يرقات. تنتظر مخلوقات الليل غياب الشمس.
أول من يظهر منها هي أسماك الأسد. محمية بعمدانها الفقرية الصدرية السامة، بحيث يكون لها القليل من الضواري. أسماك الأسد صيادة كماء متفوقة، ضربتها بسرعة البرق وتبتلع فريستها بأكملها. تفر أسماك الطعم العاجزة من أسماك الأسد لتقع فريسة للأذرع السامة لشقائق البحر الكورمبية. لمسة واحدة وتشل الفريسة. تنقل الأذرع أسماك الطعم إلى معدات شقائق البحر لتهضم حية. تبدو مثل نبات، لكنها آكلة لحم قاسية. بالنسبة لشقائق البحر، مجموعة الأسماك هي مائدة منوعة يمكنك أن تأكل منها كل ما تستطيع. قضية أخرى من خداع المظاهر. أبقت روبيانة مهرج نجمة بحر أسيرة منذ عدة أيام. إنها تولم ببطء على أرجل نجمة البحر. حاولت النجمة الهرب، لكن الروبيانة المهرج يقظة وتعود للإمساك بفريستها وتجرها عائدة إلى عرينها. تنتظر شريكة الروبيانة في الظل عودة وجبتها. معاً سينهيان أكل نجمة البحر الحية. الليل يهبط على سطح البحر. تستدعي الظلمة فرائس جديدة ودوار جديدة. أسماك القنديل بالمئات. ليست كل قناديل البحر مؤذية للبشر. هناك مجموعة تدعى سماك. لا قلب ولا دماغ ولا رئتين. مع ذلك فقد بقيت هذه الأسماك البسيطة لأكثر من 650 مليون عام. الليل يخرج القناديل لأنه يخرج فرائسها. تحت معطف الظلام ترتفع من الأعماق حيوانات صغيرة تدعى عوالق حديقة الحيوان لتقتات. في هذا المشهد القريب مئات من هذه العوالق تمتزج معا في مساحة بحجم وعاء سلطة. القليل منها أطول من بوصة واحدة. بعض هذه العوالق هي أطفال حيوانات الحيد كالحبارات والروبيان. غيرها ستبقى كائنات حية مجهرية طوال حياتها. نهض العديد منها الليلة للاقتيات على الطحالب. لكن بعض هذه العوالق أتت لصيد بعضها البعض. مع أنها تبدو ضعيفة، فإن العوالق تملك دفاعات ضد الضواري. البعض منها يعتمد على السرعة والسمو.
غيرها تربك المهاجمين بالتألق البيولوجي. يمكن لومضات غنية بالألوان أن تربك الضواري المحتملة التي تحاول الإمساك بهدف. الأضواء المشعة يمكن أن تستخدم لإيجاد الذكور. مجموعات كبيرة يمكن أن تحول البحر إلى حقل كهربائي أزرق. تحوم سمكة القنديل المشعة هذه كسفينة فضاء، مستخدمة آلاف الشعرات المشابهة لشعر الفرشاة. تصنع أسماك القنديل دوارة لاجتذاب الفرائس إلى قرب فمها. نظرة عن كثب تكشف بساطة هذا الحيوان. أسماك السالب هي صائدة العوالق الأكثر إدهاشاً. هذه السلسلة المتصلة مؤلفة من 20 فرداً مشابهاً للبرميل. كل بقعة زهرية تبدو كعين، لكنها في الواقع معدة. يمكن للسالب أن يتكاثر بلا تزاوج، ويمكن لبعض السلاسل أن تنمو إلى أكثر من 40 قدماً. سلسلة السالب هي بالنسبة للعوالق آلة أكل. على العوالق أيضاً أن تقاوم العديد من الضواري التي على الأحياد. لدى سرطان البورسلين الفعال طريقة فريدة في صيد وجبة. حينما تمر العوالق يؤرجح السرطان قفازات شبكية لدفع الطعام نحو فمه، بينما يستريح على شقائق البحر ولديه مناعة من أذرعها اللاسعة. بالقرب سرطان الناسك يعمل بجهد ليشبع، مخفي بالرمل بطريقة مثالية لا ينتبه له أحد. يأكل عنكبوت البحر على حافة الحي. يقتات عادة على الإسفنج وشقائق البحر، لكنه الليلة يستغل عوالق صغيرة من الروبيان. بالقرب تتمدد نجمة سلة بينما تطفو العوالق إلى كتلة متشابكة من الأذرع. يبدو المخلوق الغريب كالنبات، لكنه قريب لنجوم البحر. نجمة الريش هي دار آخر على العوالق. تزحف أو تسبح إلى المناطق الغنية بالعوالق. الآن بينما تطوف العوالق تبسط نجمة الريش أذرعها الدبقة. شقيقة بحر أنبوب تمسح البحر أيضاً من أجل الطعام. بينما تمر العوالق تأتيها لسعة مميتة. ضحايا زرقاء صغيرة يمسك بها بالأذرع. الليل يعتبر مأدبة بالنسبة لشقائق البحر. بالنسبة للعوالق يعتبر الليل كابوساً. يعتمد المرجان وهو العمود الفقري للحيد على العوالق أيضاً.
يتحول عالم صغير إلى غرائبي وشرير تحت عدسة ماكرو. بينما تمر العوالق يطلق المرجان سهما خفيا لشل فريسته. هذه العوالق بعيونها الزرقاء تقع في فخ طوق سام. عندما تشل تطلق العوالق وتسقط باتجاه فم المرجان. بينما تهبط إلى أمعائها تلتقي بضحايا مشلولة أخرى. ليس هناك مفر من هذه الحفرة السوداء. يستمر القتل الجماعي طيلة الليل، لكن الأعداد الهائلة تضمن بقاء العوالق. تعود ليلة إثر ليلة أضحية حية للأحياد والمقيمين. بحلول الفجر تتوقف مطاردات الليل أخيراً. تتراجع العوالق إلى الأعماق وتبدأ النوبة النهارية. على الحيد يستحوذ الجريء والجميل على كل الانتباه، لكن النجوم الحقيقية هي النباتات المغمورة. ليس فقط أنها تدعم الحيد، فهي الأبطال التي لا يتغنون بها في المعركة ضد الاحتباس الحراري العالمي. كشف بحث جديد أن النباتات المغمورة تمتص كمية من ثاني أكسيد الكربون مساوية لكل النباتات على الأرض مجتمعة. لذا تأملوا بالحيد وكل المقيمين فيه. تذكروا فقط أن الأشياء الصغيرة هي التي تحتسب. لما الواحد يكون تعبان كل الشباب يقولون اشرب مشروب الطاقة. طيب بس السؤال، آبائنا وأجدادنا شلون كانوا عايشين من غير مشروب الطاقة؟ أنا بجاوبكم. البشرية عاشت بدون ما تعتمد على أي شيء يمدها بالطاقة. لكن مشروب الطاقة منتج جديد. أنتم تدرون أن مشروب الطاقة يسوق على أنه ينشط الذهن والجسد؟ العديد من الأطعمة والمشروبات الطبيعية تقوم بهذا الفعل عوضاً عن مشروبات الطاقة الصناعية واللي لها العديد من المضار، مثل نباتات الكينوا والبطيخ والبيض. أما المشروبات فهي كثيرة جداً، من بينها الشاي الأخضر والجنسنج الأحمر وتوت الكوجي. ومحلياً في أمثلة وايد مثل الرهش والفقع. والفقع يعتبر من أهم منشط الطاقة في الجسم.